السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة هتكلم على سهم مدينة مصر اللي هو كان سابقا سهم مدينة نصر. سهم مدينة مصر وصل إلى سعر 3 جنيه في جلسة يوم الأربعاء السابق. سهم مدينة نصر أعلن قبل كده عن أرباح تجاوزت 151% خلال النصف الأول من عام 2023. احنا في شهر سبتمبر أو في أواخر شهر سبتمبر، وبداية الأسبوع القادم هيبقى شهر أكتوبر 2023. محتمل ان هو يعلن عن ارباحه خلال الربع الثالث من 2023 اللي متوقع ان هي هتكون برضو في حدود 100% او 150% عن الربع السابق من عام 2023. لو هنرجع بالذاكرة الى تاريخ السهم هنلاقي ان السهم وصل الى مستويات سعرية الى 7 جنيه ونص تقريبا، وهو حاليا بيتداول عند سعر 3 جنيه. طبعا لو احنا عارفين ان السهم مدينة مصر ده من الأسهم القطاع العقاري، ويمتلك محفظة محترمة من الأراضي ومن الإسكانات، بالإضافة أن الحصة الحكومية أو الشركة القابضة اللي تابعة للحكومة تمتلك تقريبا 15% من حصة مدينة مصر. واحنا قبل كده سمعنا ان في خبر متداول ان في صندوق خليجي او في شركة خليجية اللي هي شركة اعمار تقريبا بتبحث لشراء حصة حكومية في شركات الإسكان. وطبعا في شركة مدينة مصر زي ما احنا عارفين انها من شركات الاسكان وشركات القطاع العقاري، واللي الحكومة بتمتلك حصص منها، بالاضافة طبعا ان في اسهم تانية تبع القطاع العقاري زي مصر الجديدة وزي بالم هيلز. دي من أسهم القطاعات العقارية، ولكن سهم مدينة مصر بركز عليه لأنه هو وصل إلى مستويات سعرية جيدة جدا جدا جدا. طبعا احنا بنتكلم في 2023 بعد ما الدولار وصل إلى 30 جنيه، وبعد ما المؤشر وصل إلى 20,500 نقطة، وما زال السهم لسه عند 3 جنيه ولم يخترق القمة التاريخية بتاعته اللي هي 7 جنيه ونص. طبعا أنا شايف بالنسبة لقيمة المؤشر وبالنسبة لقيمة الدولار، انا شايف ان السعر السهم جيد جدا جدا جدا. ولو احنا ملاحظين ان في جلسة يوم الاربعاء السابق ان المؤسسات المصرية دخلت صافي شراء، وهي اللي شالت السوق وهي اللي شالت الجلسة يوم الاربع، وكان صافي تقريبا شراء 350 مليون جنيه. وطبعا لو احنا ملاحظين ان في اسهم كتير جدا 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 شهدت تراجع، ودخلت المؤسسات المصرية لمت هذه الاسهم. انا شايف ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم هيبقى ممكن على بداية الأسبوع يبقى فيه تراجع في البداية، ولكن أنا شايف إن الأسبوع القادم هيشهد إن شاء الله صعود في المؤشر وصعود في الأسهم اللي تراجعت زي سهم مدينة مصر. فأنا بدعو الناس اللي معاهم سهم مدينة مصر إن هو يحافظ على سهمه وما يبيعوش بالسعر الزهيد ده، وإن شاء الله بإذن الله نتوقع طفرات سريعة في هذا السهم، لأن الشركة محققة أرباح جيدة جدا السنة دي، بالإضافة أن السهم ما خدش حقه حتى الآن بسبب
طفرات في المؤشر اللي وصل إلى 20,500، وبسبب السعر المتدني للجنيه مقابل الدولار. وانت عارفين ان سهم مدينة نصر يمتلك من الأصول ومن العقارات اللي لو أعادت تسعيرها وتقييم أصولها هتعدي طبعا السعر اللي بيتداول بيه في السوق المصري حاليا. بس ده كان كلامنا عن مدينة نصر. وهسيب لحضراتكم لينك جروب الفيسبوك وجروب الواتساب في أول كومنت في التعليق، وأضع حضراتكم للاشتراك في قناة أكاديمية عواد. وشكرا جدا لحضراتكم.